احنا مش بتوع صفقات يا اخواتي، احنا وقعت قدامنا كده صفقة بطاطس. جوزي وقعت قدامه صفقة بطاطس. بصوا ده شوال بطاطس، يعني هو بيقول جبلية. هفتحها دلوقتي ونشوفها. دول عاملين 10 كيلو. هو جاي كده يعني الباكت ده كده على بعضه. مش عارفة، متهيألي عاملين حوالي 120 جنيه، يعني هو الكيلو ب 12 جنيه. بصوا، هو ممكن حد طبعا يقول غالي ومش عارفه ايه، بس احنا بالنسبة لنا هنا انا بجيبها ب 15 وبجيبها ب 14 وبجيبها ب 17، فانها تكون ب 12 هي كده بالنسبة لنا هنا حلوة. فنفتحها بقى ونشوف صفقة البطاطس دي هتبقى عاملة ازاي. بصوا ده اهي، فتحتها شكل البطاطس من جوه اهي. بصوا بقى، انا مش عارفة بقى بصراحة يعني ايه. لسه ما جربتهاش. هجربها برضو النهاردة كده ونشوف هتبقى عاملة ازاي. طبعا فيها كبير وفيها صغير وكلها على بعضها كده يعني اهي. فنشوفها بقى تبقى عاملة ازاي. هو اللي جابها لنا بيقول انها بطاطس جبلية جبلية. فنجربها بقى ونشوفها حلوة في التحمير ولا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير. النهارده ان شاء الله جبت لكم فيديو جديد. بس طبعا بقى في الاول مش تحطوا لي لايك كده، ولسه اول مره بيشوفني ينزل يشترك ويفعل زرار الجرس عشان يوصله اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. بصوا بقى النهارده بقى ايه، عايزين بقى نخش نعمل فطار كده على طول. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل بيتزا. ايوه هنعمل بيتزا. عايزه اقول لكم ان احنا يعني في ال3 ايام اللي كنا عند حماتي فيهم، اول 3 ايام دول احنا تقريبا كنا كل الاكل. اه والله. يعني كنا فراخ وكنا كفته وكان كوسه باللحمه المفرومه وكان بطاطس باللحمه المفرومه وكان ايه تاني، وكان بشاميل، كان حاجات كتير. وانا لما رجعت عملت فراخ وعملت مره كبده وعملت نجريسكو. فالنهارده بقى بصراحه قلنا نفسنا ناكل بيتزا. يعني احنا هنا بنحب البيتزا، يعني بنحبها كتير جدا يعني. ممكن اعمل البيتزا دي، ممكن مثلا اعملها 3 4 مرات في الشهر مثلا. فبصراحة بنحبها قوي. فقلنا النهاردة هنفطر بيتزا، وكمان من الاكلات اللي حمزة بيحبها وبياكل منها كويس، فبنحب نعملها. المهم انا هنا حطيت الدقيق بتاعه، وتقريبا كيلو دقيق الا يعني كنت واخده منه حاجه قبل كده بس مش فاكره كنت واخده قد ايه. فنزلت عليهم بكيس من الخميره، وحطيت عليهم معلقه من السكر ومعلقه كبيره من الملح. بس كده، هي دي مكونات عجينة البيتزا. واحط معلقة زيت او معلقتين زيت. بس كده، مش بحط لها اي اضافات تاني خالص، لا بيض ولا ايه، ولا توم باودر ولا بصل باودر ولا اي حاجه خالص، ما بحطلهاش ولا لبن بودره. هي بس كده، دي عجينه البيتزا. وبعد كده جبت ميه دافيه وهبدا ان انا اعجن العجينه بتاعتي. حطيت بقى كده الميه وهبدا ان انا اعجنها. عايزه اقول لكم انا شلت كده شويه دقيق من الدقيق. قلت ايه، لان انا العجينه مش هتظبط معايا، انا عارفه هتحتاج مني دقيق لان الميه بتطلع من ايدي زياده. فبرجع احط لها دقيق تاني كده ورشرشها واظبطها. بس بعد قصدي ما شلت منها المعلقتين 3 دقيق دول، لقيت عندي شويه دقيق تاني، رحت مرجعاهم تاني وقلت يلا مش مشكله. بس بعد كده نزلت هنا بقى بمعلقه كبيره من الزيت او معلقتين. عايزه اقول لكم انا ما بحطش الزيت في الاول مع العجينه، لانه بحس يعني مع الدقيق لو هو دقيق كده، وهو دقيق يعني بودره، ما بحطش معاه الزيت علشان خاطر بحس ان هو بيكتل، بيخلي الدقيق بتاعي يكتل. فبعد كده ما بعجن العجينه بتاعتي واحط بقى المواد السائله بتاعتها، بنزل بالزيت بتاعي بحيث ان العجينه بتتشربه كله، انما في الاول برضو بحس ان هو بيكلكع مني. فعشان كده ايه، انا بحطه في الاخر يعني. وممكن احطه الم بالعجينه في الاخر بس. المهم هو بصوا، لقيت احتاجت بقى معايا دقيق تاني، حطيت لها دقيق. طبعا لازم انزل العجين اللي في صابع، لانه بيمسك فيه العجين اللي في الطبق. فلازم يعني ايه الايد او الصابع تبقى نظيفه من العجينه علشان ما تقعدش تلزق فيها العجينه يعني. او بصوا اهي خلاص، يعني بدات انها تلم معايا وبقت جميله. بصوا العجينه بقت تحفه قوي. المهم هحطها بقى في الطبق التاني وهسيبها تخمر في فرن البوتاجاز على طول. يعني انا بحطها تخمر في فرن البوتاجاز، فبصراحه بتخمر وبتبقى زي الفل. ليه بقى؟ لان انا بشغل البوتاجاز من فوق، بعمل الصلصه بتاعت البيتزا وبعمل الحشوات وكده من على البوتاجاز من فوق. فطبعا ده بيدفي العجينه من جوه البوتاجاز. جبت بقى هنا هعمل الحشوه بتاعتي. انا هنا هحشيها بسجق. تمام، هنعمل كذا حشوه، دي حشوه السجق. جبت الطاسه بتاعتي وهسيبها انها تسخن كويس، وبعد كده هنزل بالسجق بتاعي.
هادّي له تشويحة كده على البوتاجاز من فوق، وبعد كده باقطّعه صغيّر، يعني أنا باشوّحه الأول بعد كده باقطّعه. كنت الأول باقطّعه بعد كده باشوّحه فبيبقى متقطّع قطع كبيرة كده، إنّما لمّا باشوّحه الأول بعد كده باقطّعه باتحكّم في القطع اللي أنا باقطّعها، باحب إن أنا أقطّعه صغيّر على أساس إن البيتزاية كلّها تبقى فيها السجق بتاعي. طبعًا بقى محمد كتّر ألف خيره لقاني إن أنا عمّالة أشوّح في السجق فقال لأ لازم أخُش أساعدها. الشيف براك، بتعمل إيه يا محمد؟ بتعمل إيه؟ بحاول اساعدك. بتحاول تساعدني؟ أنت مش عارف تقلب واحدة، مش عارف تقلب واحدة. بتحرق. لا لا ده هو كده واخد شوي جميل أو محروق جميل أي حاجة يعني. ما نزلش دهون ما نزلش. كفايه كده عليك. في إيه؟ مش عارف. لسعتي في رجلك يعني؟ المفروض تتلسع في إيدك. ما نزلش دهون خالص مش عارفة في إيه يعني. هاكل ايه يعني؟ برضه مش عارفة. المفروض إنها حاجة كويسة يعني أو حاجة وحشة في نفس الوقت. ده كفاية عليه أوي كده، ده طرشة. كفاية بقى كده عليه. فطبعا من موقعي هذا احب ان انا اشكره اوجه له الشكر العظيم على المجهود اللي هو عامله بصراحه. المهم طلعت كده السجق بتاعي وطبعا مكان الطاسه هعمل الصلصه. انا مش هعمل مواعين يعني انا كفايه المواعين اللي بتتكاثر لوحدها، فحبيت ان انا ايه اخف الدنيا كده. بس طبعا في الاخر كم المواعين ما شاء الله كان من الارض للسقف يعني. المهم جبت بقى كده معلقه من التوم وشوحتها كده في معلقه من الزيت، وبعد كده يعني مش هخلي التوم يتشوح معايا قوي، هنزل عليهم بالطماطم اللي انا ضربها في الخلاط. طبعا الصلصه ما بتحطش عليها زعتر بتبقى طعمها حلو. عايزه اقول لكم ان انا كان عندي زعتر بس انا ما حطيتش اللي هو ايه نسيت يعني. عارفين ان انا كنت ايه نسيت قسم بصراحه. المشروبات خلاص ادي البلح باللبن وادي الصوبيا وادي المانجا لسه والله ما خلصتش يعني انا كانت طلعت فعلا تقيله فزودتها يعني. فلسه اهو ادي المانجا والصوبيا والبلح باللبن بركنهم بقى هنا على المكتب في اوضه الركنه. واروح بقى اكمل باقي الفطار بتاعي. يلا بقى تعالوا نكمل البيتزا بتاعتنا. بقى دي كده الحشوات اللي انا هحشي بيها البيتزا بتاعتي النهارده. طبعا رومي ولانشون وطبعا التونه بنحبها بالتونه جدا جدا والسجق. يعني انا حاشيها بالثلاث حشوات دي جبنه ورومي ولانشون وتونه وسجق. ودي جبنه شيدر تمام هبشر برضو منها شويه. وطبعا جبنه الموتزاريلا الحمد. عايزه اقول لكم حلو قوي يا جماعه بجد حلو قوي قوي. وكمان بصوا بقى كنت انا عامله امبارح سندوتشات ناجتس وكده فاتبقى منها واحدتين ثلاثه فهقطعهم كده قطع صغيره وهعمل مع الجبنه الرومي واللانشون يعني هعملها بالناجتس حلو قوي. انا اكلتها مره قبل كده من بره كانت بالناجتس فعجبتني فموجودين نعملهم بقى ايه مع البيتزا. بس دي كده الحشوات اللي احنا هنعمل بيها البيتزا بتاعتنا النهارده. يلا بقى بينا نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى كده العجينه كانت خمرت معايا انا كده خلاص الحمد لله خلصت من المشروبات. وبعد كده بقى ايه هرجع بقى ان انا اكمل البيتزا بتاعتي. بصوا ما شاء الله العجينه خمرت بقت حلوه قوي. ببدا كده ان انا اهبطها واطلع الهواء منها واجهز بقى الحاجات بقى اللي انا هشتغل عليها. حطيت بقى المفرش بتاعي ده اللي انا بفرد عليه العجين. وبعد كده جبت الصواني بتاعتي بقى بالمره قلت قبل ما ابدا همسك الصواني بتاعتي هدهنها كده او همسحها كده مسحه من الزيت. وبعد كده ايه هافرد العجينة كلها مرة واحدة على الصواني كلها. عايزة اقول لكم ان العجينة عملت معايا الثلاث صواني دول ثلاث صواني مقاسات مختلفة دول بتوع البيتزا. وعملت معايا صاج كده مستطيل هوريه لكم. بدأت بقى ان انا امسحها كلها كده بالزيت وبعد كده حطيتهم على بعض. وهبدأ ان انا بقى افرد العجين بتاع البيتزا. اول واحدة هفرد بقى واحدة كبيرة مقاس اللي هي الصينية الكبيرة دي او الصاج الكبير ده انا بعمل فيه التونة. زي ما قلت لكم احنا بنحبها بالتونه جدا بتبقى طعمها خطير بالتونه. وكمان انا ساعات بحط عليها شرايح من الطماطم كده بتبقى حلوه قوي. بس يعني اللي بيضايقني ان حمزه بيقعد يطلع هو بيحبها قوي بالتونه وبيقعد يطلع بقى الطماطم منها كلها فبلاقي الطماطم دي كلها كده ايه مرميه كده فبقيت اعملها بصراحه من غير طماطم يعني. او قلت بعد كده ممكن اعمل اتنين اعمل واحده تونه يعني ساده كده من غير طماطم زي ما انا بعملها النهارده كده. واعمل صينيه تانية
اعملها بالطماطم، يعني عايزه اقول لكم بتبقى طعمها تحفه بصراحه لما بحط عليها الحلقات بتاعه الطماطم. بس هو ما بيحبهاش، فالنهارده قلت لا خلاص خليها من غير ايه، من غير حلقات الطماطم يعني. بعدين كمان يعني قلت لا خلاص، انا كنت مستعجله فقلت لا خلاص ايه مرة تاني يعني. بصوا دي أول واحدة اهي اللي هي الصاج اللي هو المستطيل. وبعد كده هفرد الباقيين اللي هي الصواني المدورة. بصوا هنا حمزة كان عمال يقول لي عايز حتة عجينة، حتة عجينة. أنا يشوفني أعمل البيتزا ويجي على طول عجينة يا ماما عجينة. فطبعا يقعد يعيط، اديله بعد كده يقعد يلعب بيها لحد ما تنشف في ايده، اللي هو بقى بلاقيها بقى مفرفته في الارض ومبهدله لي الدنيا بصراحه. فعشان كده يعني بحب اعمل البيتزا في الدنيا، بس لا يعني ده مصر كلها بتبقى عارفة ان انا بعمل بيتزا. المهم جبت بقى يعني هعمل واحدة صغيرة. دي اللي هي الأصغر مقاس في الصواني. بصوا أنا عايزة أقول لكم أنا بقطع العجين، ومعرفش بصراحة وياخد أنهي صينية. أنا بعد ما بفرد والاقي السمك معايا بقى كويس، أشوف بقى قيس الصينية بتاعتي، أشوف دي بقى الصغيرة أو الوسط أو الكبيرة. انا كده خلاص كنت تقريبا فردت كل العجينه بتاعتي. بص انا كنت بقيس الصينيه اهو، بشوف العجينه اللي انا فردتها هتاخد انهي مقاس من الصواني بتاعتي. وببدا كده ان انا ايه اكمل الفرد بتاعها ايه بايدي يعني. بس كده. بصوا حمزه برضو كان مصمم انه ياخد عجينه، فانا يعني كنت ايه حريصه بصراحه، بس في الاخر يعني اديته حته صغيره وقلت له خلاص يعني تلعب بيها شويه وهنرميها على طول عشان خاطر ما تنشفش منك يعني. بعد كده بدأت ان انا ايه بقى احط الصلصة بتاعتي. طبعا الصلصة بتاعت البيتزا سبتها اتسبكت كويس قوي، ما بتبقاش فيها مية. بصوا بتبقى ناشفة، ما بتبقاش فيها اي سوائل يعني، فبتتفرد معاكي بكل سهولة. هبدأ بقى ان انا احطهم برضو كلهم، احط الصلصة كلها مرة واحدة، واحط الحشوات برضو كلها مرة واحدة. تعالى يا استاذ عمر، عيلة 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 عيلة، حبيبي حبيبي حبيبي، قول لهم ازيكم. عمر موري، يلا قول لهم ازيكم. مش هتقول طبعا طبعا. المهم عمر بيقول لكم كل سنه وانتم طيبين. امسكي الريموت اتفضل. مش عارفه ايه غيته في الريموت، مش عارفه ايه حب الاطفال كلها بصراحه في الريموتات يعني. عنده ايوه، عنده الريموت ده ايه عشقه يعني. المهم ايه هكمل بقى كده فرد الايه نسيتني نسيتني يا موري نسيتني. فرد الصلصه على البيتزا بتاعتي. وبعد كده بقى هبدا ان انا احط الحشوات كلها مره واحده. هتكسر لي التليفون، هتكسر التليفون. ايه لا، نثبت كده بقى ماشي. المهم فردت كده. بصوا بقى الصلصه كانت طعمها حلو قوي وبتتفرد بسهوله وشكلها كمان يعني جميل، يعني صلصه بيتزا، صلصه بيتزا يعني. وبعد كده جبت بقى التونة بتاعتي وهبدأ ان انا اصفيها من الزيت اللي فيها، وبعد كده هوزعها على البيتزاية بتاعتي. عايزه اقول لكم البتونه دي يا جماعه بتبقى طعمها حلو قوي يعني. بصوا ولا بقى زفاره ولا اي حاجه يعني. انا عايزه اقول لكم هي بتبقى رقم واحد في الاطعمه يعني، في الاطعمه اللي انا بعملها. ال- التونه بصراحه انا بالنسبه لي بتبقى رقم واحد. طبعا بالنسبه لمحمد بتبقى السجق، بالنسبه لعيالي بتبقى اللي هي بالجبن. بوزع بقى كده التونة بتاعتي، وبعد كده بقى بجيب بقى رشة كمون كده من على وش البيتزا، بتبقى طعمها حلو قوي. كده خلاص انا خلصت اللي هي البيتزا اللي بالتونة. هجيب بقى دلوقتي الجبنة الشيدر بتاعتي. عايزة اقول لكم ده قالب جبنة شيدر كيلو. الوزن بتاعه كيلو. كنا جايبينه من هايبر، بس مش في المشتريات اللي فاتت، كان يعني المرة قبل كده، بس انا ما وريتهولكوش يعني. وهبدأ ان انا ابشره كده بصراحة يعني. التقطيع بتاعها ان انا اقطعه كده بالسكينة لا بتطلع تخينة، ولا بتسيح ولا بتتحرك من مكانها يعني. انما بقيت بقى في الاخر يعني كده بقيت ان انا ايه ابشره. بصراحة لما ببشره باخد منه النتيجة الحلوة يعني، اللي هو بيبدأ ان هو يسيح كده، بتبقى بقى ايه مبشورة خفيف. انما لما بقطعها بصراحة لا بتتقطع مني تخينة، مش بعرف ان انا اقطعها يعني شرايح رفيعة وكده. فبشرت كده بقى شوية يعني هوزع كده على كل صينية من الصواني شويه كده من الجبنه الشيدر المبشوره طبعا ايه، بالاضافه طبعا للجبنه الموتزاريلا اساسي. وبعد كده جبت بقى السجق بتاعي. بصوا قطعته بقى كده صغير، بحطه على العجينه بتاعتي، وببدا ان انا ادوس كده بايدي علشان خاطر ايه يثبت مكانه يعني. ما اللي انا لما اجي اقطع يعني القطعه وكده ما تبداش انها ايه السجق يقع منها. بدوس عليه كده بايدي او بظهري معلقه باي حاجه يعني، بس انا طبعا بشتغل بايدي.
وبعد كده بقى شويه سجق، عملت بقى البيتزا الاخيره دي بشويه السجق دول والناجتس اللي انا كنت موريهم لكم في الاول، بس عايزه اقول لكم كان طعمها حلو قوي بصراحه. خلاص يا موري خلاص. بعد كده بقى ايه، اخر واحده هعملها اللي هي بالجبن. بحط الجبنه الرومي وبقطع الجبنه الرومي كده، وبقطع ايه ده وبقطع عليه اللانشون، وبتبقى طعمها حلو قوي اللي بالجبن دي. اللي بالجبنه بقى قطعت كده فيها الجبنه الرومي يعني، وعارفين كده الجبنه الرومي تبقى فيها كده حتت تخينه كده، يعني ما تبقاش متقطعه كويس. المهم خدت الحتت التخينه دي وبدات ان انا ابشرها على الصواني التانية، يعني برضو بتدي طعم حلو. طبعا الجبنه الرومي دي لما بتخش في اي اكله لا بتغير طعمها خالص. فحطيت بقى كده او بشرت كده من الجبنه الرومي على الصواني التانية. وبعد كده هقطع بقى اللانشون كمان، وبيبقى طعمه حلو. او كمان اللانشون المره دي كان طعمه حلو بصراحة. طعم اللانشون كمان بيفرق في طعم البيتزا اللي بالجبن. يعني لو اللانشون طعمه مش حلو لا ما بتبقاش حلوه. انا صادفت قبل كده ان اللانشون كان مش حلو، فبصراحة كانت ما عجبتنيش يعني. بس اللانشون المرة دي كان طعمه حلو. خلصت بقى كده. هرش برضو في الاخر كده عليهم رشة من الجبنة الشيدر. عايزة اقول لكم ان الجبنة الموتزاريلا انا بحطهاش دلوقتي، انا بحطها في الاخر خالص بعد ما البيتزا كده بتاخد لون من تحت كده، بعرف انها استوت. فببدأ ان انا احط الجبنة الموتزاريلا على الوش. الاستاذ حمزة شرفنا وانسنا. ازيكم بقى؟ كده خلصنا. ايوه ونحط الايه، البيتزا، وهنحط الايه، الكاتشب والجيركن. هنحط الكاتشب. ده كاتشب حار وكاتشب عادي، بس اللي انا بحطه ده اللي هو العادي، عادي، ما انا عارف كنت هقول العادي، وده الحار وده الحار. عشان فلفل بالطماطم، برافو. وده بطعم اوعى. الطماطم، طيب ثواني ثواني وده ثواني. بطعم الطماطم. والبيتزا كده بقى ايه، خلاص حطيت الجبنه الموتزاريلا على وشها عشان و هخرجها دلوقتي. استنى نزود هنا تاني اهو. بس كده خلاص. بس كده الكاتشب اهو كده. بس كده خلاص انا كده خلصت البيتزا وطلعتها من الفرن. حطيت زي ما قلت لكم الجبنه الموتزاريلا في الاخر علشان خاطر انا بحبها بيضه كده. ما بحبهاش لو انا حطيتها من الاول الجبنه الموتزاريلا هتاخد لون معايا، وانا بصراحه ما بحبهاش انها تاخد لون. انا بحبها تبقى بيضه كده وبتبقى ايه، طعمها حلو. بس كده طلعت بقى الجبنه البيتزا بتاعتي. بصوا شايفين بقى اللون اللي واخداه من تحت. انا بقى بحب الصراحه، يعني انا بحب انها تبقى من تحت كده، عارفين انتوا كده فيها سنه قرمشه كده بسيطه. انا بخلي واحده كده والباقي بخليهم طريين من تحت عادي. لحمزه وبير. بس انا صراحه انا ومحمد بنحب فيها سنه القرمشه البسيطه دي كده. بس كده كان الفيديو بتاعنا النهارده.